المسرح يا ولدي هو الحياة، وكلكم ممثلين، فيكم المبكي وفيكم المضحك، وكل قاعد يلعب دوره، والناجح فيكم اللي يلعب دوره بصدق وأمانة. قلت لأمي ذات اليوم: رأيت طائرا أعرج ركض الأغبياء ليمسكوا به، لكنه طار. لقد نسوا أنه يستطيع الطيران. أنا ذلك الطائر. لم أفهم. أنا ناصك، والعالم دي زنبان وقاعد نكد عليها طول الليل. الراجل جايب الست بتاعته ويفسحها ونكد عليهم، جايبها وموكلها شاورما ومصرابيل عيال عند خالتهم. يطلعوا يقولوا روايه بايخه وسعيد صالح بقى دمه تقيل ونيله والمصيبه السوداء دي. وزير تقدر تقول له اولا يعني راجع لنا، وبعدين بيضل لنا، وفرخل هم لنا، يعني احنا احرار في بيضل وفرخل. نعم اخ منصور. نعم طال هاي نشيده. يا حليلك هم ينكد. وزير ودمه خفيف. هذا الوزير وزير دمه خفيف احسن من وزير دمه ثقيل. وايد وزير بروحه ما ينبلع بعد دمه ثقيل. أنا منصور ابني. أنا منصور البتاع، منصور الجواب ولا منصور منصور. هو قال لك إيه أنت ولا عمل لك إيه؟ هو مش قال منصور ابني؟ مش هو كان بيقول منصور إيه ولا بيقول منصور ولا عمل إيه ولا قال لك حاجة ولا عمل لك ولا أنت قلت له إيه اسمك إيه أنت ولا عملت له إيه أنت؟ أنت نسيت اسم أبوك كمان؟ الو، السلام عليكم. استاذ شلونك؟ استاذي يسعدني ان ابلغك بان اداره المهرجان اختارتك انك تكون احد المكرمين في مهرجان هالسنه. بالفعل ان عمرك الفني ما تجاوز ال15 سنه، بس الكل يشهد لك ويشهد على كل ما قدمت من عطاء ما له مثيل في سبيل الفن. ولولا الحادث وظروف الشلل كان عطائك مستمر الى الان. استاذي، احنا نتمنى حضورك الاسبوع الجاي للتكريم. الكل مشتاق لك، جمهورك مشتاق لك استاذ، وانت تستاهل التكريم. اتمنى حضورك. سيد الاختيار، شنو اللي اخترته في حياتي وكان لي في حرية الاختيار؟ كل شيء انجبرت عليه، طفولتي، فرحتي، حزني، مدرستي، حتى اسمي انجبرت عليه. إلا شيء واحد كان لي فيه حرية الاختيار. اخترت المسرح. المسرح هو حياتي، المسرح طفولتي، المسرح فرحتي، المسرح هو الحياة. حياتي. أحمدك يا رب على كل حال، دوام الحال من المحال. عمري ما تخيلت إني أكون ممثل مسرح. كان عندي وايد أحلام مختلفة بطفولتي. أمي كانت حنونة علي، أبوي بعد كان يحبني وايد، بس ما أدري شلون فقدت الحنان معاه. قبل وأنا صغير كان يشيلني فوق كتفه وياخذني معاه كل مكان، كان وده أكون مهندس، دكتور، محامي، كان وده. بس أنا صرت ممثل مسرح، صرت فنان في أمل. أنا تعبت، ما أعتقد إني بصبر بعد. خلاص
أنت قاعد تفهمني؟ أنت قاعد تسمعني؟ أنا قاعد أكلمك طالعني. حط عينك بعيني، افهم. أنا تعبت. بس انت تحبيني، واللي يحب يصبر. والحب الحب؟ شنو بيسوي الحب؟ 5 سنين وأنا أصبر. ما أعتقد بصبر بعد. خلاص لازم تختار، يا أنا يا المسرح. بس المسرح وحياتي وانت زوجتي وانا. أنت شنو؟ ها؟ وأنا منو؟ أنت أناني، غرتك دنيتك، غروك المعجبين، عمتك أضواء الشهرة. أنت حتى ما قمت تشوفني. دام المسرح هو الأول في حياتي، أنا ما أقبل أكون الثاني. خليك من المسرح يا فنان. فنان؟ منو يرسم الابتسامة غير الفنان؟ منو يلون دنيتنا بأحلى الألوان؟ منو يطرب سمعنا بعده بالألحان؟ منو؟ حتى لاعب الكرة لمن يبدع نقول عنه والله فنان. وعقب هذا الكل ينسى ويكسى، حتى أقرب الناس تنسى وتكسى، وتظل وحيد. حتى ظلك ينساك ويتركك وحيد، لأنك بتبقى بظلام وتعيش بوحدك وسط الظلام. وشنو يعني التكريم؟ وش بيفيد فيه التكريم؟ بيكرموني لأني شليت؟ هذا أنا ما فيني شيء. مو هذا اللي منعني عن الفن. المسرح في زمننا مشلول. المسرح في زمننا شلوه الناس اللي ما فهمت شنو المسرح. أنا كنت قايل ما راح أروح التكريم، بس لا، أنا راح أروح التكريم وأقول كلمتي. أنا فنان، والفنان له رسالة، ورسالتي لازم توصل. سمعوا رسالتي. بسم السيد بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة وبعد. السيد معالي الوزير المحترم، أما بعد، يسعدني ويزيدني شرفا اختياركم لي ضمن المكرمين لمهرجان هذه السنة. فاختياركم لي جعلني أقف للحظة أراجع بها حياتي وما مر بها من ذكريات حزينة سعيدة لم يكن لي فيها أي اختيار. أبد ولا اختيار، إلا شيء واحد كان لي فيه حرية الاختيار. اخترت المسرح. ربما ما جعل مني ممثلا هو ما عانيته في طفولتي من قسوة. نعم، لم تكن قسوة من أبي الذي أحبني ولا من أمي الحنونة، فقد أنار حبهما لي الدرب أمامي، إلا أن دربهما سويا كان مظلما، ظلاما حالكا، ظلاما أطفأ كل ما كان يضوي نورا في حياتي. محكمة! تعال بارك الله فيك، تعال لا تخاف. قرب بارك الله فيك، قرب. يبا ايش تخاف منه؟ انت تدري ان ابوك وامك بينهم مشاكل، وانت تدري بعد انهم الاثنين يحبونك. المهم انت من تبي تعيش وياه، تعيش مع امك ولا تعيش مع ابوك؟ قول لا تردد، ترى ما حد يسمعنا هني الا الله سبحانه وتعالى، وانا وانت. لا تلفت بارك الله فيك، قول لي تراني وياك، لا تخاف. قول من تختار؟ اختار؟ انا اختار، وهل كان لي حرية الاختيار؟ اختار الروح ام الجسد؟ فكيف لطفل ان يختار؟ وكيف له ان يصلح ما قد افسده الكبار؟ كيف له ان يحكي ما فعل في يومه وما يجول في خاطره وهو يعلم تماما ان حياته قد انقسمت الى نصفين، يوم عند امي ويوم عند ابوي، يوم هني ويوم هناك. هذه كانت حياتي، يوم هني ويوم هناك. تذكرت ابوي كان يحب الفن. قبل وانا صغير كنت اشوفه يقعد يمسك العود ويدندن. كان يحب الاغاني القديمه، وخصوصا اغاني ام كلثوم. في اغنيه يحبها كانت تقول
فقعوني عيني حبلني بالفن. الأيام اللي راح كنت أحب صوتي. علمونا ندم. تعلمت على الفن. على الماضي وجراحه. قبل ما تشوفك عيناي عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا. اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا. انت عمري بلا فن بلا موسيقى بلا خرابيط. انت الحمد لله معدلك عالي، وابيك تدش يا طب يا هندسه. انت ولد العود حبيبي، لازم ترفع راسي. انا عمري ما قصرت معاك، وفلوسك كل شهر بشهره، وقبل لا تطلب كنت اعطيك. انا بروحي مو ملحق على اخوانك وخواتك، لا تشغل بالي معاك. هي كلمه وماكو غيرها، يا طب يا هندسه، وانت اختار. أختار. أنا أختار. وهل كان لي حرية الاختيار؟ إن كان الإجبار هو سيد الاختيار يا سيدي. هندسة. اخترت هندسة. طالب النشيط قد بدأ مشواره العلمي والتعلمي للتوحيد. نعم، نشيط فنيا، نشيط عقليا، نشيط فنيا، وقد بدأ مشوار التعلم. كنت طالبا نشيطا جدا وحيويا، إلا أن هذا النشاط وهذه الحيوية مع مرور الوقت بدأت تتلاشى وتتلاشى وتتلاشى وتتلاشى. ملل. ميت مني وخروح المطعم. ازاي خروح المكتب؟ مالي خلق. بكلم الدكتور. حبيبي ذاتني ولي. انت فين؟ يا اخي من دشينا الجامعه وانت كله مالك خلق وضايق خلقك. وينك ايام الثانويه؟ كنت ونيس، كنت كوميدي. على طار الكوميديا، ايش رايك نروح مسرح الجامعه؟ يقول لك الشباب نسوي مسرحيه مو صدق. احنا عندنا مسرح؟ من صدقك انت؟ عندنا مسرح وفرقه وخشبه بعد. تدري من يمثل وياهم؟ تذكر بروك المتين؟ الاسمر؟ وحمود القزم. نبي ماني؟ علاوي وشعر. نعم. الزلم. ايه نعم. كلهم وياهم يمثلون. اوكي، انت ايش كذا ما قاعد؟ باقي ربع ساعة، ترى المسرح مو بعيد، 10 دقائق ونوصل له. انت شايف العرض؟ شوف الله يسلمك، نظام المهرجان كل يوم مسرحية، وعقب ما يخلصون كل العروض يودعون جوائز على الفايزين. منو يعطيهم الجوائز؟ هارديز. في لجنة تحكيم. اغلق فمك. يبا مو انا فشتنا قدام رابح صقر. اقعد قدام وانا بقعد ورا.
زين استاذ احنا ونية حياتنا بصراحه قصروا معك. اي شكلكم كاركترات. تعالوا نقرب فرقه باكر العصر وان شاء الله نتفق على الادوار. اوريفوار. ميرسي بوكو. دغيا جو تيم. الشيغي عبد الوهاب. الدنيا مسرح كبير وأنا كل الرجال والنساء ما هم إلا لاعبون على هذا المسرح. ورحنا المسرح. شباب قرب. شباب الحين كل واحد راح يعطيك دور اللي أنا راح أختار أيام. شكلك جاد. راح أعطيك دور رجل واحد. جورج كلوني. أهلا الشعب ماخذ منك حتى. جورج كلوني تعال جورج كلوني. أما أنت يا كبير فراح أعطيك دور الفلاح. فلاح عنصر نسائي. أهلا شوجي. أهلا أنا فنان، أنا أمثل أفلام ومسرحيات. أفلام شنو؟ يقول لي فنان. يقول لي فنان. هني أنا أصنع فنانين. تدري شلون؟ اطلع برا. ماكو بروفة، ماكو مسرحية. خلصنا. غرابة؟ شباب 5 دقائق إن شاء الله اقرأوا النصوص وبلش بروفة جنرال. أوريفوار. الفلاح شخصية كومبارس. شنو يعني كومبارس؟ أحد مخرج؟ نعم. شنو يعني كومبارس؟ بطل المسرحية. يس. أهلا وسهلا أنا الفلاح. ثم يموت الفلاح. ما شاء الله بطل الأكواني سهلا. وهكذا اغتصب المعزب زهرة شباب فلانة. اغتصب؟ أنا من المعزب. أنا بفلانة. وهكذا اغتصب المعزب زهرة شباب فلانة. المعزب اغتصبنا كلنا. اغتصب حلمنا في الحياة. اغتصب آمالنا وأمانينا. فقط لأنه يملك الفرص في الأقدار. وفلانة الزهرة اليانعة والفراشة الحائرة أصبحت كالكلبة الحقيرة تخدم في مطبخ المعزب نهارا وفي فراشه ليلا، ونحن ننبح كل ليلة كالكلاب على مأساتنا ومأساتها. ونحن ننبح كل ليلة كالكلاب على مأساتنا ومأساتها. ونحن ننبح كل ليلة كالكلاب على مأساتنا ومأساتها. هو 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 هو. من أنتم؟ نحن نسكر بعسكر ولا شرطة ولا مخابرات. نحن خيال تأملات آمال أحلام تطلعات. نحن بنات كامل. بس من أنتم؟ الرقابة يا فلان. احترس. يا غول المسرح، يا النجم الساطع، يا صحن الدوار، يا جرندايزر. الله. وبعد العرض الأول أصبح الكل يهنئ، الكل يمجد، حتى أن بعضهم قد أطلق علي الألقاب. أحببت التمثيل، الله عشقت التمثيل. أخيرا وجدت هذا العالم الذي أقول فيه ما أريد، أفعل ما أريد، أغني، أرقص، أطير إن أردت الطيران وأحلق. هذا العالم الجميل الذي يحتوي ويحوي كل الأحاسيس الصادقة والمباشرة. ايش بقول حق الناس؟ ولدي ممثل ماذا بيرضى يناسبنا باكر. يبا هذا اللي قاعد يقدم فن راقي والله العظيم. انت تقول كذي الناس لا. تعال فهم الناس ان الفن راقي. ناس؟ انا شك بالناس. انا بسوي اللي يريحني مثل ما انت سويت اللي يريحك ومثل ما امي سوت اللي يريحها، ولا حد فيكم فكر لا براحتي ولا بمشاعري. الله ولد العود كبر صار ريال.
عرف يرد علي ويعايرني. سنين والناس ما عندها ولا شيء، ولا شيء واحد بس يقدرون يعايروني فيه، وبسبتك راح يعرفوني يوطون راسي بالارض. روح واختار، يا تختار المسرح يا تختار ابوك. وها هو أبي مرة أخرى يجبرني بالاختيار، ولم يترك لي حرية الخيار. إن كان الإجبار هو سيد الاختيار يا سيدي، فرحت بعيد عن أبوي، ورحت بعيد عن أمي، وبديت مشوار الفني من مسرحية لمسرحية، ومن نجاح لنجاح، ومن مهرجان لمهرجان. كبرت وكبر اسمي معاي، مسلسلات، أفلام، مسرحيات، معجبين، معجبات. حتى صارت لي شريحة كبيرة من المعجبين والمعجبات. في يوم من الأيام شفتها من بين زحمة الناس، ما كانت تدري إني ممثل، بس حبيتها، حسستني إني عايش فيلم أبيض وأسود، فيلم مصري قديم. قلت هذه اللي راح تعوضني عن حنان أمي وعن عطف أبوي، هذه اللي راح تكون كل شيء. أنا لك على طول خليك ليا، خد عين مني وطل عليا، وخد الاتنين واسأل فيا، من أول يوم راح مني النوم. تخرجت من الجامعة، تقدمت له، وطبعا وافقت، وقلت هذا اللي راح تكون كل شيء بحياتي بعد المسرح. صح، تذكرت المسرح. اسمحوا لي، ميزانية عملكم مبالغ فيها شوي. طال عمرك هذه ميزانية العمل بروحها، احنا مستغنين عن اجورنا. وبعدين بتطرح حق مواضيع حساسة وتمس ناس لها وزنها بالبلد. الناس اللي قاعد تتكلم عنهم هذول هم الناس اللي قاعدين يخربون البلد. اتمنى انكم تلتزمون بتعليماتنا وما تخالفونها. يا اخي ضحكوا الناس مو فاضيه تعرف منو باق ومنو حط ومنو سوى. هذا مسرح حق ضحك، حق وناسه، مو حق رؤيه ومشاكل على الراس. وبعدين بطل بطل تلبس ولادي. هذا صدق يا عم عندنا صدق الحين تلبس ولادي. شوي، خلنا بالناس الحين. شو نسوي؟ انا اقول ان خلينا نجرب هالمره كوميديا وسفاف واللي فيها. ما ينفع هذا المسرح رساله وفد والله. يا عمي ما ظل فيها رساله، خلينا نشتغل بس. اكتب النص وبيننا. يلا. وذاك اليوم اتذكر كان عيد زواجي، كنت طالع مع زوجتي نتعشى، كان بيننا موضوع جدا مهم، وهي كانت قاعده تتكلم، دق تلفون قطع كلامها. قمت ورديت على الموبايل، قالوا لي ان عرضي تكنسل من المهرجان. رديت مره ثانيه، ما لقيت غير الخاتم. رحلت عني للأبد، كما رحل أبي عني، وكما رحلت أمي أيضا. فهذه هي حياتي يا سيدي، كلها صدمات، كلها عقبات. ربما ما يجعل من الإنسان فنانا هو ذلك الكم الهائل من الصدمات والعقبات التي يواجهها في حياته. ربما. استاذ ازيائك. استاذ باقي 3 دقائق على العرض، جاهز؟ ايه جاهز. وخر على ابوها، وخر.
التليفون مالك بالارض. هذا رقم بيت الوالد، ابوي صار له 3 سنوات ما يكلمني. الو ما اسمع يبا ازعاج صوت موسيقى احنا مالناش عارفه ايش. الو يبا ما اسمعك. الوالد توفى، الوالد اعطاك عمره. يلا استاذ بلش دور. أعزائي المواطنين، أعزائي أصحاب هذه العمارة، أنا مرشحكم مفيد، أعدكم إني راح آخذكم كلكم وأوديكم التجديد. يا جماعة بعد التجديد مباشرة وعد مني على حسابي الشخصي راح آخذكم كلكم في رحلة إلى جمهورية بانشو. أستغفر الله والعياذ بالله، أول ما تردون راح ابني لكم في كل دور مصلى ومسجد علشان تستغفرون ربكم. استغفر الله. حسبي الله عليكم، جواتوا سمعتنا، الله ياخذكم. حج مفيد يلا صفقوله في كل مكان، يلا صفقوله. حج مفيد يلا صفقوله في كل مكان، يلا صفقوله. حج مفيد يلا صفقوله في كل مكان، يلا صفقوله. حج مفيد يلا صفقوله في كل مكان، يلا صفقوله. حج مفيد كان دور في كل مكان، يلا. الكل تكلم عنه. كوميدي الكل حبه، حتى انهم اعطوني عليه جائزه. بس انا ما شفت ابوي، بس سنوات ما كلمت انا ولا على صوت. انا اشتقت لك يبا. انت ولد العود لازم ترفع راسي. يبا انت ولد العود ولازم ترفع راسي. يبا ما كان قصدي، يبا والله العظيم المسرح. كبرنا كفنانين على ان نعيش نصف فنانين، فمنا من درس الفن، بعضنا فلسفة، هندسة، علوم سياسية، علوم اجتماعية، علم اقتصاد. قليل منا من كان يتخذ الفن مصدر رزق له، كيف لا؟ والمجتمع يحرم الفن، وبعضهم قد يكفر ما نفعل. فكان علي اختار ما بين الفن وما بين الوظيفة. اخترت اللي أحبه، اخترت اللي راح أبدع فيه. إلا أن الوقت بالفن كان يزداد من سيء إلى أسوأ إلى أسوأ إلى أسوأ. هذا نص العمل، واحنا ربع من زمان، من يوم ما انا كنت فلاح. وانا بصراحه من قريت هالدور قلت ان هالدور ما يركب، يا عليك انت او انت. والله بصراحه خل اشوف سكجول اعمالي واشوف اذا اخذ دور ولا. خف علينا يا ناصر القصبي، توك قال لي ما عندك شيء وفاهم. اكبر وياك، اول ما يكتب الكاس عطني الو تشوفني اول واحد منه. بيننا الو ها؟ اكيد حبيبي صار حبيبي. انت بصدقك بتجيبه؟ ليش ما يبه؟ يبا هذا فنان ويحترم الفن ويقدره. يا عمي شوف الشاكب الراسي علينا. حبه حق العمل راح يخليه يتعدل ويعطي كل ما عنده. اصلا هو ثقيل على المسرح، حتى دمه ثقيل. لا تقول عنه كذي، هذا صاحبي. صاحبك ذاك اول، الحين ربعك. احنا اللي بنشيلك. اكشنها. في ذلك اليوم لم انم، كنت فرحا كفرحة اول عرض لي. اخيرا ساعود لجمهوري الحبيب، ساعود للمسرح. سوف اسمعهم صوتي، سوف امثل، سوف اغني واقول. ولكنه لم يتصل. مر يوم، يومان، لم يتصل. اسبوع، اسبوعان، شهر، لم يتصل. علمت بانه استبدلني بممثل اخر. ما اهتمت. قلت انا فنان، والفنان يبدع من العدم.
انا مثل ما طلعت روحي اول مره راح احفر الصخر بيدي واطلع روحي من ايدي. خوش بتاخذ زمانك وزمان غيرك. بس انا نجم وانت نفسك ياما ربحت من ورا اسمي. لا يا حبيبي ذاك اول، الحين جيل الشباب، جيل عمليات التجميل، عندك اللي ينفخون بلاطمهم ويدفون خدودهم، قمازه هني وقمازه هني. جيل التكنولوجيا، جيل العضلات، الفتنس. تعال انت حتى ما عندك بيبي، عندك واتساب، عندك انستغرام، عندك تويتر. انا كان عندي ماسنجر. عشتو؟ زين ما بدور بطولة، اي دور يردني حق الساحة من جديد. ايه عندي لك دور حلو وفي شغل ولا بعطيك زين عليه. مو مثل اجرك اول بس رزقه. قول الحمد لله، قول الحمد لله. الحمد لله على كل حال. شنو يطر منك انا؟ لا حاشا لله، بس قلت اساعدك. زين انت ما يمنعك بستين تسوي فيها شيء من انتاجك تترزق الله. ويعه عورت ايدي. سوري. وعندي شماية حق اللي يسوى واللي ما يسوى. عيل اخذ الدور واحمد ربك. ونصيحه تكيف مع الوضع. قطع. اتكيف مع الوضع بعد كل عطائي بالفن. اتكيف مع الوضع كل تضحياتنا اللي قدمناها كفنانين، ونتكيف مع الوضع. بعد المنتجون هم من يحددون مسار الفن يا سيدي. زاد عدد المنتجين، زاد عدد الممثلين، زاد الكم وقل الكيف. اكثرت الاعمال الهابطه، المنتجين يطلعون هذا وينزلون هذا، يرفعون هذا ويطيحون هذا. وبعد كل هذا وذاك مطلوب منا ان نتكيف مع الوضع. التكيف تذكرت نص الهشيم. تكيفت دائما، تكيفت على الدوام، انحنيت لاتكيف وخسرت الكثير كي اتكيف. إن القرن الذي عشنا به وتسلقنا زمنه لم يكن إلا ضحية نفسه، ومع ذلك قمنا بعملية التكيف رغم أنه قد دفع كالمجنون وقتل في طريقه الملايين الملايين الملايين. الملايين موجه ملايين لقد شافت أبصاره وانتشرت السموم في جسده وكانت التجاعيد محياه حتى أصيب بالهذيان، ولم يعد أحد يعرف ماذا يخبئ من تاريخه وما يقصه علينا. نحن الذين شربنا كأسه المسمومة حتى النهاية ولم نعش اللذة التي عاشها البعض. سنقف في النهاية هكذا لنجيب على الأسئلة رغم أننا لم نعرف شيئا ولم نحيا ولم نشاهد. 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 لم نعرف قيمة الفن ولم نحيا كمثال جيد ولم نشاهد ذلك السوء الذي اقترفنا. يا للصاعقة. الكلام ده صحيح يا حسين؟ انت كان ليك علاقة بالست دي؟ ما انتش قادر ترد عليا طبعا، وطول المدة دي كنت بتضحك عليا، كنت بتخدعني، كنت بتظاهر بالطيبة يا فلاتي يا قلعبان يا ثعبان يلي بتجري وراك النسوان. كبير يا يوسف بكوابه، انت فنان، انا بعد فنان. انت ابوك مات ومو راضي عليك وبعيد عنك، انا بعد ابوي مات ومو راضي علي وبعيد عني. انت شلون قالوا لك اصلا ما عندكم
فيه ما عندكم وجه ما عندكم وجه طبعا. ها انا عندي بس الجو، انا ما حد قال لي ليش يا يوسف اكوابه الفنانين اللي يحبون بالتمثيل، الفنانين عضلاتهم يدفقون خدودهم، انت مدافع خدودك، انت ما تعرف شيء. انا احسن منك، انا راح اقول لهم اكون او لا اكون. لا بعد مكان أنا الفنان أنا الإنسان أوصل بفني أنا لبعد مكان. منذ ذلك اليوم لم أغادر المنزل ولم يزرني أحد. قال لي الطبيب علاجك بين الناس، ولكنني اخترت المكوث في البيت مجبرا يا سيدي. انا كنت قايل ما راح اروح تكريم، بس لا انا راح اروح تكريم واقول كلمتي. انا فنان والفنان له رساله ورسالتي لازم توصل. اتمنى انكم تلتزمون بتعليماتنا وما تخالفونها. انت بصدق بتجيبه؟ وحش المسرح. بس يا جماعه هذا صاحبي ما يصير. اختار يا الوظيفه يا المسرح، انت تاخذ زمانك وزمان غيرك. بلا فن بلا موسيقى بلا خرابيط. والصدق أقول أن الإجبار هو سيد الاختيار، إذ أنني عملت حتى الآن ما يزيد عن 30 عملا مسرحيا في جو مجتمع محافظ يمتلئ بالعقبات. هذه الأعمال كالأبناء الأعزاء، ولو أنني كنت أدرك قبل أن أخطو أول خطوة قبل 18 عاما ما يكلف الصدق ولا غيره لتراجعت وتخاذلت وانثنيت. فالإجبار هو سيد الاختيار، والمعاناة المحرقة هي الوليدة الشرعية للحياة في قمة شموخها.